السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة هنعمل مع بعض سلطة الفاصوليا المسكرة. هنجيب حلة على النار ونكون جايبين نص كيلو فاصوليا خضراء مقطعينها وغسلينها، ونحطها في المية اما تغلي. هتغلي لمدة دقيقتين بس، مش هنسويها سوا كامل. وهنضيف لها معلقتين زيت عشان تديها لمعة جميلة. هنشيلها من المية بعد غليانها دقيقتين بس، وبعدين نجيب علبة محكمة الغلق وهنفضي نص الفاصوليا، ونكون مجهزين فلفل الوان اصفر واخضر واحمر. هنفضي نصه فوق الفاصوليا ونوزعه. وبعدين بصلايه صغيره ونكون مقطعينها حلقات بس دعكنها بالملح وشطفينها، وهنضيف لها نص معلقه صغيره ملح ومعلقتين كبار ونص سكر ونوزع عليه عشان يتشرب، ومعلقتين خل ومعلقتين كبار زيت عشان يدي اللمعه الجميله. ونحط بقيه الفاصوليا تاني، النص التاني من الفاصوليا، وبنفس الطريقه هنحط الفلفل الباقي، الفلفل الالوان، ونوزعه برضو شكل جميل جدا. وهنحط برضو الخل ونص معلقه صغيره ملح ومعلقتين ونص كبار سكر ومعلقتين كبار زيت، معلقه صغيره فلفل اسود، ونقفلها ونحطها في التلاجة لتاني يوم ونقلبها. وعصير ليمونتين بيدي طعم جميل. وده شكلها بعد التقديم. جربوها هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة.